السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواجهة النهارده النادي الأهلي وفريق بالميراس النهارده الساعة 7 في مباراة كأس العالم للأندية. فوز النادي الأهلي يعني صعوده. يعني النادي الأهلي لو كسب في مباراة النهارده مباراة بالميراس النادي الأهلي صعد رسميًا للدور المقبل. تمام. المباراة هتبقى صعبة ونادي نادي بالميراس ما ينفعش يخسر هو كمان. مباراة بالنسبة له حياة وموت، فهي مباراة صعبة وهي أهم مباراة في تاريخ النادي الأهلي. أنت لو كسبت، تمام، فأنت هتاخد ما يقارب 2.5 مليون دولار، تمام، في حالة الفوز في دور المجموعات، وغير إن أنت لمّا تصعد الدور المقبل هتاخد مش عارف 10 مليون دولار والّا قد إيه، فحسبة كلّها 12 مليون دولار اللي أنت ما بتاخدهاش أصلًا في دوري أبطال أفريقيا، بتاخد نُصّها في دوري أبطال أفريقيا، فأنت ما بالك من مباراتين 3 هيبقى معاك 12 مليون دولار في جيبك، تمام، فهي المباراة هتبقى صعبة في كلا الحالتين. طبعًا إحنا عارفين إن فرق البرازيل فرقة قوية جدًا، عندهم الكورة ممتعة جدًا، وعندهم لعيبة مهارية وعندهم كل حاجة يعني. بس النادي الأهلي طبعًا قادر على الفوز وقادر على الصعود، بس كل المشكلة في إيه، إحنا عايزين إن إحنا نكون بكامل تركيزنا واللعيبة تكون كلها مركّزة، وإن شاء الله، إن شاء الله إحنا قادرين نصعد. أنا هاحط لك التشكيلة الأفضل من وجهة نظري، وهاحط لك التشكيلة الأفضل برضه من وجهة نظر خوسيه ريفيرو. تمام. التشكيلة الأفضل من وجهة نظري أنا: في حراسة المرمى الكابتن محمد الشناوي. محمد الشناوي عمل مباراة كويسة جدًا أمام إنتر ميامي، تصدى لكرات كتير كانت أهداف، تمام، فلا بديل عن الشناوي في المباراة القادمة. في عندك 2 قلوب دفاع: ياسر إبراهيم وأشرف داري، الاتنين عملوا مباراة كويسة برضه في مباراة إنتر ميامي، بالأخص ياسر إبراهيم كان شايل كور كتير. عندك على الناحية اليمين محمد هاني في مباراة إنتر ميامي كان أداؤه سيء، بس أنت ما عندكش غير محمد هاني، عمر كمال ضايع. فمش هينفع، فمحمد هاني هو يلعب أساسي، تمام. عندك في الباك الشمال أتوقع مصطفى العش في الباك الشمال. طبعًا زي ما إحنا عارفين أحمد نبيل كوكا مصاب، كريم الدبيس في الحالة الهجومية بيبقى قوي، بس في الحالة الدفاعية مش قوي. فعندك برضه يحيى عطية الله ما بيشاركش بقى له فترة، فأتوقع هو مصطفى العش اللي هيبدأ أساسي، تمام. بالنسبة لخط النُص أبدأ بحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد علي بن رمضان. تمام. أنا معايا 2 أهو، 2 واحد دبابة بشرية، والتاني حمدي فتحي ده لعيب مقاتل في الملعب، تمام. فأنت هيبقى معاك خط النُص هيبقى متوازن، عندك واحد يستخلص كورة، وواحد برضه اللعب بتاعه متوازن زي حمدي فتحي، لاعب بيلعب بروح بالجرينتا، تمام. وعندك محمد علي بن رمضان هجوميًا كويس جدًا، على ما أعتقد هو هيكون معوّض إمام عاشور في الفترة الجاية، تمام. وعندك في الهجوم على اليمين زيزو، وعلى الشمال تريزيجيه، وقدامهم مهاجم صريح وسام أبو علي، تمام. إن شاء الله التشكيلة دي اللي هتبدأ بيها تشكيلة خوسيه بيرو اللي أنا أتوقع إن هو يبدأ بيها: في حراسة المرمى الكابتن محمد الشناوي، 2 قلوب دفاع: ياسر إبراهيم وأشرف داري. ممكن هيبدأ محمد هاني، تمام، ممكن العِش أو ممكن كريم الدبيس، تمام. هو مش هيبدأ بيحيى عطية الله عشان أستبعدها أنا. ممكن يبدأ أنا أتوقع إن هو ممكن يبدأ كريم الدبيس، تمام. عندك خط النص هيلعب حمدي فتحي ومحمد علي بن رمضان، ممكن مروان عطية، هو هيبدأ بكده. عندك في خط الهجوم ممكن وسام أبو علي وأشرف بن شرقي وتريزيجيه. ده على ما أعتقد دي خطة خوسيه لوبير، تمام. والتشكيلة اللي أنا قُلت لك عليها دي أتوقع فوز النادي الأهلي 1-0. قُل لي أنت كمان توقعاتك في التعليقات، تتوقع كام ومين اللي هيسجل الأهداف؟ هي المباراة طبعًا يا جدعان صعبة، خارج التوقعات، المباراة والله العظيم ما سهلة، المباراة صعبة جدًا، بس إحنا عارفين إن لعيبتنا رجالة، وإن شاء الله هنحقق الفوز ونكسب ونصعد كمان.